ان شاء الله يما نروح القدس ونصلي في الاقصى، بس تنشر فضيحه يما. لا يما ولا ما يما الحمد لله. المهم انت كلمتك بخير، مش مشكله يما، ما معوض. المهم انت بخير الكلام. هذا رضا، هذا بس ايه تدير الله تفضحهم يما، لا تخلي ولا شيء الا نشر عنهم. هذا كله عشانك تنشر فضايحهم، احنا راضيين كل شيء الحمد لله. والله يما لما الصاروخ شفته قلت الله اكبر ولله الحمد، قلت الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله، وعشان انت ما بتجبر خواطر الناس، الله بيجبر بخواطرنا الحمد لله. الحمد لله، هذا رقم من رب العالمين. كل شيء كتب لنا يا رب راح نشوفه الحمد لله. المهم انت واخواتك يما سلمين الحمد لله، عوض يما. المهم انت لما تضلك بخير انت واخواتك يما. المهم انت بخير. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يما، الحمد لله بك سالمين. طول ما في حجر بيبني يما، طول ما في واحد بلده بتجيب ان شاء الله. ان شاء الله يما حنصر على دارنا يما. هم هدوها من هون حننتصر ان شاء الله من هناك. الحمد لله. ان شاء الله يما نروح القدس ونصلي في الاقصى، بس تنشر فضيحه يما. هذا مش قصف، هذا زلزال، هذا اشبه بزلزال للامانه، هذا زلزال. يعطيكم العافية الناس اللي بتسأل عنا، احنا الحمد لله بخير، بس تعرضنا لإصابة خفيفة والحمد لله بخير ومستمرون في التغطية بعد انقطاع طبعا الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة. نعود إلى الميدان، وكنا في الميدان. من غزة سلام إلى كل المحبين والمتابعين والأصدقاء. فجأة الساعة 12:10 الظهر صار قصف لجيراننا. المكان اللي صار فيه القصف هال كله على المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، كان فيه 30 شخص، ومن ضمن الاشخاص صحفي في الصحافة الفرنسية ومعاه 4 أولاد، تصاوبوا منهم 2، وتصاوب معاه 4 أشخاص حالة خطيرة، واستشهد 1 في نفس المكان. لو صار القصف قبل 5 دقائق من الحدث كان راح ضحية الهدم والردم تبع المبنى 40 شخص، ومن ضمنهم رجال أعمال وأولاد صغار وبنات بيلعبوا على المراجيح في المكان اللي كنا قاعدين فيه. احنا ما بننام، لا أولاد بيناموا ولا كبار بيناموا، المي مقطوع، الكهرباء مقطوع، الإنترنت مقطوع، الجوال فاصل، لا في تواصل مع قريب ولا مع غريب. تلقينا الآن تهديد فوري، تهديد من قبل سلطات الاحتلال، تهديد خطير وواضح اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه. تلقينا اتصالين هاتفيين من قبل سلطات الاحتلال قبل قليل، تهديد واضح وجدي وخطير اللهجة، أوامر إخلاء فوري لمستشفى القدس الموجود في مدينة غزة كونه سيتم قصفه، علما أنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات إسرائيلية متواصلة أدت إلى تدمير أغلب المباني في محيط المستشفى. نتحدث عن محيط 50 متر. أغلب المباني المحيطة بالمستشفى تم تدميرها بالكامل وقصفها الآن. طيب سيدة نيبال، يعني كيف تردون على هذه التهديدات وكيف ستتفاعلون معها؟ يعني هذه التهديدات بدأت منذ أسبوعين بالتهديدات التي استلمناها كباقي المستشفيات، تهديدات بإخلاء مستشفى القدس. أعلنا أنه ليس لدينا الإمكانية على إخلاء مستشفى القدس لأن ذلك يعرض حياة مرضانا للخطر، وللأسف قبل أقل أسبوع عادت التهديدات وكان هناك تهديدات بالإخلاء الفوري، اتصالات هاتفية. اليوم كانت اللهجة أيضا واضحة جدا، إخلاء فوري وعاجل لمستشفى القدس. Attention citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. For your immediate safety, we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to temporarily relocate south. Let me repeat.
we urge all residents of northern Gaza and Gaza City to relocate south immediately. This is a temporary measure. Moving back to northern Gaza will be possible once the intense hostilities end. إلى أسبوع خاطبة لسه كتبنا الكتاب عليها. هي بنتها الوحيدة. إن شاء الله بتنزف في الجنة. إن شاء الله بتنزف يختفي في الجنة. أطفال كلهم 4 سنين ونسوان بنات كلهم بنات صغيرة كلهم بيقولوا لي يا عم كانوا يقولوا لي على العيد يا عم عيدنا يا عم عيدهم يبوس ايدي يقولوا لي يا عم كل عام وانت بخير يا عمي لكن مش خسارة في ربنا مش خسارة في ربنا. بالفعل حزب الله يهدد بأنه لن يقف على الحياد، وأنه إذا استمرت إسرائيل بعمليتها العسكرية البرية على قطاع غزة فإنه لن يقف مكتوف الأيدي، وأن جبهة الشمال ستكون مفتوحة على إسرائيل، كما أن إيران أضافت بأن عناصرها في لبنان مستعدون لخوض المعارك في هذه الجبهة. طبعا حالة الطوارئ منتشرة، صفارات الإنذار بين الساعة والأخرى تدوي في هذه المناطق. فعلا المنطقة أصبحت ساخنة، ربما ليست بسخونة الوضع في محيط قطاع غزة أو في قطاع غزة، لكنها ليست سهلة. ما فيش مية ولا في شرب، الأكل موفر خفيف، كل فترة كل 3 أيام بتوفر أكل، إحنا مش مدورين على أكل ولا عيش، دور راحت وتبهدلنا وتدمرنا. احنا بنطلب من اي واحد مسؤول يوصل صوتنا ورسالتنا. فيش نظافه، فيش ميه، معدومه الميه، الا اسبوع فيش ميه. بيجينا تنك، عارف كم نفر احنا؟ فوق ال 5000 نفر على تنك ميه، 60 لتر بيجي ميه كل يوم، بس بعملش لا حمامات ولا شيء، بنعبيهم ببراميل الميه الحلوه وبتروح. تعال تفرج الكارثه جوا، فرج الناس كيف نايمه على الميه والمجاري. جينا يا عمي فرج كيف الحجات والختياريه. طلع في ميه عندك يا حجه، تجيكم ميه بيجيكم اكل، احكي يا ما تخافيش. هاي صور الحجه، سكت عن الحب شيطان اخرس يا جماعه الخير. لا في ميه ولا في شرب ولا في اي شيء. فرج المدير، فرج الكارثه. في ميه عندك يا عم، تجيكم ميه بحمامات؟ فيش ميه. تطلع الكارثه، تعال فرج تعال، طلع الوسخ والميه. طيب مش شكل يا حاج. هيا اطلع صور الحجه، اطلع كيف قاعدين. ولا لبسة ميه عندنا، لا مالح هاي ولا لك حلوه. كل 3 ايام مره بصلي. الحمامات يا اخو طفحين، نعرفش وين غسيل ومش عارفين يغسلوه. وعينا شوفوا وسخهم. احنا واطفالنا بننام في ورشه الومنيوم بين العده، بننام على الارض، ما فيش الا حرامات اعطتنا الوكاله بين المكان، وهذا خطر على اطفالنا. كهرب ما فيش، مي ما فيش، والقزاز هنا بنخاف يطير على الاطفال. احنا بحاله يرتلى انتشر بين الاطفال النزله المعويه من قله النظافه. بنطالب، احنا بدنا يوقف الحرب، بدنا هدنه انسانيه، بدنا نشوف بيوتنا، بدنا نشوف حالنا، بنشوف اولادنا. مكفي احنا بنموت، حرب اباده. امبارح بنت اخويا هي وجوزها واولادها استشهدوا. احنا بنموت هنا قاعدين، مش عيشه هذا اللي عايشينها. وين الدول العربيه؟ وين العالم؟ وين العالم؟ دمار ما بعده دمار. I'm so sorry to the people of Gaza. We tried so hard and we're still fighting. And we'll keep fighting, and we won't let them get away with it. And we'll tell the story of what happened. And we will lift up your names and remember the dead and try to bring those responsible to account. And I'm so sorry.